السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بيكوين. النهارده هنتكلم عن فيديو بسيط جدا وسهل جدا. هنتكلم معاكم عن مميزات وعيوب ثلاجات شارب. ليه؟ لأن أنا دايما برشحها للناس، والناس افتكرت إن أنا بشتغل مع شركة توشيبا العربي، عشان كده برشح دايما منتجات توشيبا العربي. وده على النقيض تماما، أنا مش شغال مع أي شركة ولا أي شركة بتديني فلوس. طبعا لحد دلوقتي لو حد اداني فلوس هرشح له منتجاتهم على طول، حتى لو كانت شركة كويسة أو حتى لو كانت شركة مش كويسة. هناخد نبذة سريعة كده عن ثلاجات شارب، هنتكلم عن مميزاتها وهنتكلم برضو عن بعض عيوبها وليه أنا دايما برشح منتجات توشيبا العربي أو ثلاجات شارب بالذات. فلو أول مرة تشوفنا ازاي تشترك في القناة وفعل زر الجرس. احنا قناة مهتمة بالأجهزة المنزلية، هنتكلم على كل الأجهزة المنزلية، وكمان بيكون عندنا معارض كتيرة جدا في اسكندرية والشحن والتوصيل لجميع المحافظات. ولو انت مشترك في القناة وعايز أي منتج من خلالنا تواصل معانا، بس بشرط تكون مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس، بتاخد خصم حصري عن أي سعر موجود في السوق. فلا عشان ما نطولش عليكم نتكلم معاكم عن مميزات وعيوب ثلاجات شارب. اول ميزه في ثلاجات شارب هي الفلتر بتاعها، بتكون فلتر بلازما كلاستر. ده مش بيخلي فيه اي روايح كريهه لما تفتحي باب الثلاجه. فيها ثلاجات كتيره جدا لما تفتحي باب الثلاجه بتشمي روايح كريهه، لكن في ثلاجات شارب بيكون مفيش الكلام ده. وطبعا ده بيحافظ على الطعام لاطول فتره ممكنه. ميزه جميله جدا في ثلاجات شارب هي التبريد المتوازن. في بعض الموديلات في بعض الثلاجات بيكون مثلا يقول لك حطي الاكل تحت في اخر رف عشان يبرد بسرعه او عشان يتجمد بسرعه، لكن في ثلاجات شارب التبريد كله واحد في الثلاث رفوف، كل مستوى التبريد هو في الثلاجات او في الموديلات اللي بتكون انفرتر، فالانفرتر فعلا بيكون حقيقي وبيوفر معاكي في الكهرباء لدرجه توصل ل 40% في بعض الموديلات، خصوصا الثلاجه الشارب ال 58A. الانفرتر بتاعها بيكون كويس جدا. طبعا مش هنتكلم عن التصميم لانها بتكون من اشيك الثلاجات. لو عايزين تبصوا على الثلاجات بشكل اكبر او تعرفوا معلومات بشكل اكبر، تحت عندي في القناه وانتوا بتشتركوا او بعد ما تشتركوا خدوا لفه، هتلاقيني عامل فيديوهات كتيره جدا عن ثلاجات الشارب بموديلاتها باسعارها بكل حاجه. مساحات التخزين بتاعتها بتبدا معانا من اول 340 لتر لحد 600 لتر، ودي برضو حاجه كويسه جدا. بس برضو هنتكلم في العيوب عن المساحات التخزينيه في ثلاجات شارب لان في كلام كتير جدا عنها. برضو بتكون في بعض الموديلات مزوده بشاشه ديجيتال وفي بعض الموديلات لا، لكن انا دايما برشح او بتكلم خليكم في الموديلات اللي ما فيهاش شاشه ديجيتال. طبعا الفلتر بتاعنا بيكون مضاد للبكتيريا ومعاكي ضمان لمده 10 سنين من توشيبا العربي. الموتور بتاعنا بيكون لا اما صيني لا اما اندونيسي، مفيش كوري خلاص. نتكلم معاكم بقى عن العيوب. طبعا اهم عيب او النقطه السلبيه اللي في الثلاجه هي ارتفاع سعر الثلاجه مقارنه بثلاجات تانية، خصوصا الموديلات الحديثه منها. يعني ممكن تلاقي سعر مثلا الثلاجه ال 58 جي دي بتكون باب ازاز وانفرتر توصل معانا لحد 38,000 جنيه، ودي كلها 16 قدم. هما في الاسواق بيخلوا ال 14 16 وخلوا ال 16 18، لكن انت لو عايز تعرف المعادله وعايز تعرف بالظبط شوف عدد اللترات واقسمه على 28 هيطلع لك كام قدم بالظبط. قطع الغيار بتاعتها بتكون سعرها مرتفع شويه طبعا بعد فتره الضمان. لو في اي حاجه عايز لها اي حاجه قطعه غيار بيكون سعرها يعني اوفر شويه. اداء الفريزر في بعض الموديلات مش بيديكي الجوده المطلوبه. في ناس كتيره جدا اشتكت من الموضوع ده، ان بيكون التقفيل نفسه بتاع الفريزر بتحس انه مش متقفل كويس، في مشكله في التقفيل. لو انت بتشتري لازم تتاكدي من موضوع التقفيل ده كويس جدا، خصوصا في الفريزر. عدم توافر بعض الالوان، يعني الشركه مثلا اعلنت عن اللون الاسود فتنزلي السوق مفيش اي لون اسود، بتلاقي اللون الاسود في النبيتي لكن اسود ساده ده بيكون صعب شويه. اهم عيب في ثلاجات شارب هي المساحه التخزينيه. يعني مثلا لو جبنا الثلاجه اللي هي 48 سي اللي هي المفروض 14 قدم فهتحسيها كنزه، مقارنه مثلا بثلاجه تورنيدو. لو جبت تورنيدو نفس المقاس اللي هي 14 قدم هتحسي ان تورنيدو اوسع شويه من الداخل، على عكس ثلاجات شارب. ودي بتكون عيب او حاجه سلبيه في ثلاجات شارب، ان السعه التخزينيه نفسها بتحس انها كنزه شويه عن ثلاجات كتيره جدا زي تورنيدو العربي. يعني ال 14 قدم اعتبريها 12 قدم، وال 18 قدم اعتبريها 16 قدم، او ال 16 اعتبريها 14 وانت طالعه بقى لحد معاكي لحد 570 لتر. لكن برضو تظل من افضل انواع الثلاجات اللي موجوده في السوق، وهفضل ارشحها لان جودتها بتكون كويسه جدا، وخدمه ما بعد البيع من توشيبا العربي بتكون كويسه جدا. بالمناسبه كنت عامل حلقه سابقه قبل كده عن تجربه شخصيه معايا انا بالنسبه لغساله تورنيدو مع خدمه توشيبا العربي،
بحكي فيها عملوا معايا ايه لحد ما وصلنا لحد حمايه المستهلك والموضوع خلص على ايه. لو عايزين تعرفوا اكتر خدوا لفه في القناه وانتوا بتشتركوا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم حلقه جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.